راديو تلفزيون زهرة العرب. النهارده احنا في كلية طب الأسنان مع الأستاذة العميدة الدكتورة رباب مبارك عميدة الكلية. جايين النهارده نعمل معاها حوار. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكم في كليه طب الاسنان جامعه المنوفيه. طب الأول عايزين حضرتك تعرفينا بنفسك. انا الاستاذه الدكتوره رباب توفيق مبارك، استاذ بيولوجيا الفم بكليه طب الاسنان جامعه القاهره، ومنتدبه لكليه طب الاسنان جامعه المنوفيه للقيام باعمال عميد الكليه. طب حضرتك احنا عايزين نعرف يعني انت ازاي قدرتي توصلي للمنصب ده؟ يعني اكذب لو قلت ان انا كان حلمي او طموحي ان اكون عميد الكليه، لكن طول حياتي وحلمي من وانا طفله صغيره ما كانش بس ان انا ابقى دكتوره، لا ان انا ابقى استاذ الجامعه. يعني استاذ الجامعه ده مهنه كنت طول عمري بحلم بيها. فلما دخلت كليه طب الاسنان كنت حريصه دايما على اني اجتهد واجيب اعلى الدرجات واكون من اوائل الكليه، وفعلا نجحت في كده وتعينت معيده وبعدين مدرس مساعد بعد ما حصلت على الماجستير، وبعدين مدرس بعد ما حصلت على الدكتوراه، وبعدين استاذ مساعد واستاذ. ان اقوم بعمل عميد كليه طب الاسنان ده حلم ابتدى معايا بعد كده، بعد ما كنت عميد كليه طب اسنان جامعه بني سويف. انا انتدبت في 2012 لكليه طب الاسنان جامعه بني سويف، اشرفت عليها وعلى انشائها وعلى تجهيزها، وان هي تبقى كليه كامله متكامله في صعيد مصر. وقمت باعمال العميد 4 سنين فيها من 2012 ل 2016. كان عندي دفعه كبيره، والدفعه دي كان فيها عدد كبير من الطلبه من محافظه المنوفيه، وشعرت بقد ايه الطالب اللي بيدخل الكليه مش في جامعته او مش في المحافظه بتاعته بيبقى صعب عليه عشان الاغتراب. وكانت الدفعه دي عددها 400 او 450، كان منهم حاجه و80 طالب من ابناء محافظه المنوفيه. فالوقت ده تمنيت ان كليه طب اسنان في جامعه المنوفيه تفتح، وان جامعه المنوفيه يكون احدى كلياتها كليات طب الاسنان. ولان انا من ابناء محافظه المنوفيه اصلا، بالرغم من اقامتي في القاهره وتعليمي في كليه طب اسنان جامعه القاهره، لكن انا اصلا من ابناء محافظه المنوفيه. فابتدى الحلم ده يبقى في دماغي، واول ما جامعه المنوفيه طرحت ان هي فكره ان يبقى فيها كليه من كليات طب الاسنان، انتدبت بقى من جامعه القاهره لجامعه المنوفيه من 2017 او من نهايه 2017، واشرفت على انشاء المبنى وتجهيز الكليه وعمل اعلانات تعيين اعضاء هيئه تدريس وهيئه معاونه لحد ما ابتدينا الدراسه في 2021 العام الماضي. شكرا لحضرتك. يعني انت عامله مجهودات كبيره، احنا سامعين في مجهودات كبيره اساسا في الكليه، وما كناش نعرف ان في كليه طب اسنان غير فعلا فتره قريبه. طب ماشي، احنا عايزين نسال حضرتك برضه، يعني انت دلوقتي بقيتي عميده الكليه، يعني في طموحات حضرتك عايزه تحققيها غير انك عميده الكليه؟ كليه طب اسنان جامعه المنوفيه بدات بامكانيات كبيره. يعني الطلبه نفسهم اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه اللي عيناهم، كل اللي بيدخل الكليه فخور بامكانياتها. وبنتهز الفرصه اني اتوجه بالشكر للاستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعه على توفير الامكانيات الماديه الكبيره لكليه طب الاسنان. لان كليه طب الاسنان من الكليات ذات الكلفه العاليه. يعني اي كليه بتحتاج مدرجات، معامل، لكن احنا عندنا مدرجات ومعامل سيميوليتور او اجهزه محاكاه وعيادات واجهزه اشعه واجهزه تركيبات اسنان كبيره. فالكليه مكلفه جدا جدا. بالرغم من التكلفه العاليه دي، لكن وزير التعليم العالي بيشجع وبيؤكد على ان احنا ما تبداش الدراسه باي كليه غير بتجهيزات كامله. وبناء على كده
وفر لنا رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور عادل مبارك امكانيات كبيره جدا. عندي من بدايه الدراسه بالكليه من 2021 عندنا عيادات جاهزه متركبه، عندنا معامل سيميوليتور جاهزه هنبتدي فيها الدراسه السنه دي لطلبه الفرقه الثانيه، عندي معامل جميع التخصصات الاسنان، وبنكمل كمان تشطيب الكليه ليكتمل عدد ادوارها بالدور الثامن، وده عياده كامله على مستوى الدور الثامن كله. عندنا في الكليه 4 اقسام بيندرج تحتيهم 12 تخصص مختلف من تخصصات طب الاسنان. عندي قسم علوم طب الاسنان الاساسيه والاكلينيكيه، والقسم ده فيه تخصصات طب الفم، بيولوجيا الفم وباثولوجيا الفم او علم الامراض، وجراحه الفم والاشعه. عندي قسم العلاج التحفظي، وقسم العلاج التحفظي ده العلاج التحفظي او حشو الاسنان، ومعاه قسم تخصص علاج الجذور. عندي قسم طب اسنان الاطفال وتقويم الاسنان، وعندنا قسم الاستعاضه الصناعيه، وده بيضم الاستعاضه الصناعيه المتحركه والاستعاضه الصناعيه المثبته وخواص مواد طب الاسنان. دي التخصصات اللي فيه. ليه طب الاسنان بالرغم من انها بدأ الدراسي فيها لم يتعدى عليه عام دراسي واحد وداخلين في العام الثاني باذن الله، لكن كان ليها دور كبير من بدايه الدراسه فيها او من بدايه افتتاح الكليه. لينا اولا دور في خدمه المجتمع. كليه طب الاسنان نزلت في قوافل علاجيه وزيارات مدرسيه داخل محافظه المنوفيه، وطبعا بنشارك في القوافل العلاجيه اللي تبع مبادره حياه كريمه، وبننزل بنقوم بالتشخيص وبعلاج حالات طب اسنان في مختلف الاماكن داخل محافظه المنوفيه. لينا دور كمان كبير في النشاط الطلابي. الطلبه بيقوموا عندنا بنشاط كبير جدا طول السنه، تقريبا كل اسبوع عندنا اكتر من ندوه، عندنا اكتر من نشاط، عندنا اكتر من نشاط فني، نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي، بنقوم بانشطه كبيره جدا. لينا كمان دور في البحث العلمي، لان احنا عيننا عدد من اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه في تخصصات طب الاسنان المختلفه، كلهم بيشاركوا في الابحاث اللي بتخدم المجتمع، وعدد منهم قام بالرغم من ان احنا برضو ما زلنا في السنه الاولى الا ان تم نشر اكتر من 6 ابحاث نشر دولي باسم كليه طب الاسنان جامعه المنوفيه. اوجه رساله للطلاب ان انا طبعا نتيجه الفرقه الاولى كانت من اجمل النتائج، نسبه النجاح عاليه، مش بس نسبه النجاح ده نسبه التقديرات، وده بيدل على ان الطلبه متميزين ومجتهدين. فانا بوجه رساله للطلبه بقول لهم استمروا بنفس المستوى ده، استفيدوا من امكانيات الكليه، الكليه موفره لكم كل الامكانيات اللي بتساعد في تدريبكم العملي باحسن مستوى، فواصلوا على مستواكم وحافظوا عليه، استفيدوا بالتدريب العملي من امكانيات الكليه الماديه اللي احنا موفرينها لكم واللي جامعه المنوفيه موفرها لكم، استفيدوا من اعضاء هيئه التدريس اللي متعينين كلهم متميزين وحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكوميه المتميزه الكبيره زي جامعه المنصوره وجامعه القاهره وجامعه طنطا، معظم الصف اللي عندنا متعين خريج الكليات دي وحاصلين على الماجستير والدكتوراه منها، فاستفيدوا بخبراتها بحيث انكم لما تتخرجوا تكونوا واجهه مشرفه لاطباء الاسنان على مستوى مصر والعالم العربي والاجنبي كله. شكرا دكتوره رب، احنا فرحنا جدا ان احنا قابلنا حضرتك وان انت اتكلمتي معانا، ويعني متشكرين جدا. انا اللي سعيده بيكم وسعيده بنشاطكم. انا عرفت ان انتوا قسم اعلام كليه التربيه النوعيه، بشكر الدكتور محمد زيدان عميد الكليه، وسعيده بكليه التربيه النوعيه لان دايما ليها دور كبير في داخل الجامعه وخارج الجامعه، وسعيده بنشاطكم واتمنى لكم التوفيق وان ربنا يدينا العمر ونكون في لقاء تاني وانتوا اعلاميين متميزين.